بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يرقى ودنا من الإمام فاستمع ولم يلقي وكان له بكل خطوة عمل سنة قيامة وقيامة. شو السؤال؟ يعني ايش صحة هذا الحديث؟ يعني والشرح ايش الشرح واضح. شو المشكلة عليك؟ شو المشكلة عليك منه حتى نشرحه؟ يعني يعني كل خطوة تخطوها المسجد 10 سنة. يعني هذا كثير على الله عز وجل أن ينعم على عباد المؤمنين، فليكن كذلك، لكن أن تفكر من الذي يفعل هذه الصفات كلها حتى يكون له هذا الأجر. امسك الحديث من أوله. من غسل يوم الجمعة واغتسل. ايش معنى غسل واغتسل؟ هل هذا اولا يتمكن منه كل انسان؟ الجواب لا، انما هو المتزوج، لان من غسل كناية انه جامع زوجته وحملها على الاغتسال، فاذا هذا الحديث لا يشمل الاعزب. ماشي؟ هي أول عزم، أول تصفية يعني. ثانيا، هل كل متزوج يوم الجمعة بحقق أن يغسل زوجته؟ يعني أنا بدي يا شيخ أنه هو يغسلها. لا، يعني يحملها على الاغتسال. يعني هي تغتسل. أيوة، يعني يجعلها تأتي عملا يجب عليها الاغتسال وهو الجماع. أكثر الآن المتزوجين هل يطبقون هذه السنة بحيث أنه هو يجامع زوجته فيجب عليه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، ثم المرأة بدورها يجب أن تغتسل؟ يعني أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل يعني؟ لا، وعظيم لكن سهل يعني، بينما الأمر ليس كذلك. فمن غسل واغتسل وبعدين بكر، مين اللي بيبكر لصلاة الجمعة؟ من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث معروف هذا. لكن يا شيخ الساعة الأولى من متى يعني؟ واحدة عربي يعني بعد طلوع الشمس، يعني ما يعني بعد شروق الشمس. قدرون هو هذا. وغسل واغتسل وبكر وابتكر وبعدين ومشى. ولم يركض. هذا تأكيد أنه مشى، تأكيد أنه مشى وما ركب. طيب، وأكثر الناس اليوم يركبون. طيب، ودنا من الإمام. من الذي يدنو من الإمام اليوم من الجماهير اللي يدخل المسجد؟ نادر جدا، لذلك ما أظن أن هذا يعني تطبيقه سهل حتى تستعظم أن يكون له هذا الأجر الكبير. الحمد لله، يهديكم الله ويحسن بالكم. غيره ولم يره قال له بكل خطوة عمل سنة. ما بغى يعني ما تكلم ولو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب هكذا. لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل.